بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات الأرقام في القرآن الكريم. والنهاردة معانا العدد 12. العدد 12 عدد غير عادي. ليه عدد غير عادي؟ العدد 12 لما نيجي نشوف كده، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ونيجي نشوف الجمال بتاع هذه الآية. الآية دي في سورة التوبة، سورة التوبة اللي ترتيبها رقم 9، وهذه الآية ترتيبها في سورة التوبة 36. 36 على 9 بتساوي 4، منها 4 حرم. اللي جاي بقى الجميل اللي جاي. 12 شهر يعني سنة، يعني سنين. طب هذا العدد اتكرر كم مرة في القرآن؟ 5. ما تنساش أركان الإسلام 5. و5 في 12 ب60، و60 الدقيقة فيها 60 ثانية، والساعة فيها 60 دقيقة، وعندنا 12 شهر. يبقى فاضل عندنا الأيام. 12 زائد 5 17، و12 ناقص 5 بيساوي 7، و17 زائد 7 بيساوي 24، اللي هم ال 24 ساعة في اليوم، اللي هو مكونات اليوم. يبقى عندنا يوم وشهر وسنة ودقيقة وثانية. نشوف العدد 12 ده. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم 12 ربيع أول. أدي 12، أدي اليوم بتاع الرسول اللي اتولد فيه. طب الشهر 3 شهر ربيع أول هو شهر 3. 2 زائد 1 اللي هي بتاعت ال 12 بيساوي 3. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة يونس الآية رقم 5، وسورة يونس ترتيبها رقم 10 في القرآن الكريم، والآية اللي أنا هقولها دلوقتي هي الآية رقم 5. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ويفصل الآيات لقوم يعلمون. دي الآية رقم 5 في سورة يونس اللي ترتيبها 10. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. دي في سورة التوبة التي ترتيبها 9 والآية 36. لما نشوف الآيتين 5 و36 نلاقيهم 41. نجمعهم كده مع بعض. 5 زائد 36 ترتيب الآيات نلاقيهم إيه؟ 41. نطلع على سور القرآن الكريم نلاقي السورة 41 اللي هي سورة فصلت، وربنا بيقول اهو ويفصل الآيات لقوم يعلمون. ادي سورة فصلت. ولاحظ بقى سورة التوبة 9
وسورة يونس 10. 10 و9 19، وده أول عدد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عليها 19 في سورة المدثر في الآية رقم 30. شوف الجمال بقى اللي جاي. سورة يونس 10 والآية رقم 5 لما تقسمهم على بعض يطلعوا 2. 10 على 5 فيها 2، لأن هو ربنا ذكر الشمس والقمر ادي 2. ولما تيجي تقسم ال36 على 9 اللي في سورة التوبة 12 شهرا الآية، هتلاقيها كام؟ 4، منها 4 حرم. ايه الابداع ده؟ ايه الجمال ده؟ سبحان البديع. نوحد الله ونصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي جايه شوفها. 12 في 5 ب60، و60 اطلع على سورة الممتحنة، هتلاقي سورة الممتحنة التي عدد آياتها 13. أنا عايزك تتأمل وتتدبر في سورة الممتحنة في الآية رقم 10 والآية رقم 12. هتلاقي إعجاز، تشريع. عايزك تتدبر فيها وتقراها بتفسيرها، بالتمعن بتاعها، بالتدبر بتاعها. هتلاقي فيها حكم وشرائع غير عادية. لما قلنا سورة فصلت 5 زائد 36 طلعت 41 سورة فصلت، و9 زائد 10 19 نلاقي سورة من؟ سورة مريم، أطهر نساء الأرض. هي رقم 19، هي السورة رقم 19. وسورة الممتحنة لنساء المؤمنات، للنساء المهاجرات فامتحنوهن. مريم 19 والممتحنة 60. اربط. والله العظيم وانا بعد الحلقة دي انا شعر راسي كان بيقف، جسمي كان بيقشعر. سبحان البديع، سبحانه في ملكه، هو القادر على كل شيء. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. المعلومة الطبية اللي أنا عايز أقولها هي حاجة صغيرة أوي النهاردة، لأن هقول لكم حاجة تانية. القلب له كهرباء لوحده. ناس بتسأل على يعني إيه الإي سي جي؟ يعني إيه رسم القلب الكهربي؟ ما هو ده الكهرباء. إحنا بنقيس الكهرباء دي، الذبذبات بتاعت الكهرباء دي بنحولها ونقيسها على شريط كده يطلع هو ده رسم القلب الكهربائي. ربنا عمل للقلب كهرباء لوحده عشان يفضل ينبض كده، يضخ الدم لكل أعضاء الجسم وخاصة إيه؟ المخ. أنا عايز أقول بقى للناس اللي بتهاجمني، وإيه دليلك؟ وإيه استنادك؟ وإيه معلوماتك؟ هقول له أنا كل اللي بعمله ده عن علم. أنا ماجستير إدارة أكاديمية العربية أغسطس 22، والتخصص بتاعي في إدارة الأزمات والكوارث. درست المواد اللي أنا درستها فيها مادة اسمها سيستم ثينكينج، التفكير المنهجي أو أنظمة التفكير. ودرست IT، طبعا كلكم عارفين الIT، تكنولوجيا المعلومات.
والكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر والرقمنة والتحول الرقمي، لأن احنا في عصر التحول الرقمي. كل ده أنا درسته. أنا خريج الأكاديمية بامتياز الحمد لله وأنا 55 سنة. أنا خريج الأكاديمية وأنا 55 سنة. العلم ما بيوقفش، ولا إن أنت تتعلم عند عدد سنين. السن ده مجرد رقم في حياة البني آدم. اتعلم. لما كنت في انجلترا سنة 99 أنا كنت الدكتور الوحيد من ال 72 دكتور اللي سافروا عشان يدرسوا في انجلترا طب الأسرة اللي عمل البروجكت بتاعه عن حاجة مش في الطب. أنا عملتها عن دور الكمبيوتر في تحسين الخدمات الصحية سنة 99 اللي احنا لسه بنطبقه سنة 2022 لما بدأنا التأمين الصحي الشامل. اللي أنا بعمله أو اللي أنا بقوله عن دراسة، عن علم، مش بقوله كده. ربنا بينزل عليا حاجات سبحان الله إلهام من عند الله، حاجة أنا بقولها للناس. هو الدين، هو الإسلام مستنيني إن أنا دافع عنه؟ هو القرآن مستنيني إن أنا دافع عنه؟ هو ربنا مستنيني إن أنا دافع عنه؟ إطلاقا. أنا عبد فقير غلبان إلى الله، أتمنى أن أكون واحد من الناس الذين يرزقون بحسن الخاتمة. أنا مش شيخ ولا داعية ولا صوفي، أنا متدبر، ويكفيني فخرا أنني لست مسلما الآن بالبطاقة، ولا إن أهلي مسلمين فأنا بقيت مسلم. أنا مسلم عن اقتناع، وكفى بالإسلام نعمة علي. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللي بيهاجم وبيتكلم استنى للآخر، هقول لك كل حاجة. أنا دخلت في الموضوع إزاي ودخلته ليه وعشان إيه. أنا الهدف بتاعي كله في هذه الدنيا إن أنا أعلم الناس إزاي ينقذ حياة، سيف لايف، إزاي يعمل إنعاش قلب رئوي، بدل ما يقف يتفرج على واحد جات له سكتة قلبية ويقف يتحط إيده كده ويتفرج عليه ويقول له نادوا الإسعاف ولا نادي فلان ولا نادي فلان. دي رسالتي في الدنيا. أنا مش عايز أكتر من كده. موضوع القرآن والرقمنة في القرآن أنا بعمله عن علم، مش بعمله كده. أنا قريت كتير قوي، واقروا كمان، انتوا كمان اقروا وادخل واعرف وتدبر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألقاكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.